هادي رئيس الجمهورية اليوم سلطان البهرة مفضل سيف الدين والوفد المرافق له. وفي اللقاء رحب الأخ الرئيس بسلطان البهرة وأنجاله والوفد المرافق له بزيارته لليمن، وعبر عن أحر التعازي في وفاة والده السلطان برهان الدين. وقال رئيس الجمهورية إن العلاقة بين اليمن وسلطان البهرة دائما حميمة، وللسلطان إسهامات طيبة في مجالات مختلفة في اليمن. ورحب الأخ الرئيس بأي استثمارات لطائفة البهرة في اليمن، مشيرا لأنها سوف تحظى بكافة التسهيلات. ونوه رئيس الجمهورية بأن أبناء الطائفة البهرية يحظون كما كل اليمنيين بكل تقدير واحترام، ولهم ما للجميع وعليهم ما على الجميع تحت مظلة المواطنة الصالحة والنظام والقانون. من جانبه عبر السلطان مفضل سيف الدين عن شكره وتقديره البالغ والوفد المرافق له بهذا الاستقبال الحميمي، وقال إن هذا التقدير ينم عن حرص الأخ الرئيس على الحفاظ على العلاقة الأخوية المتينة بين الجانبين، وهو ما نشعر بالفخر به. وأكد أنه سيعمل كما كان والده حريصا على العلاقة والتواصل مع اليمن بلد الحكمة والإيمان والأمن والأمان. وعبر عن تقديره الكبير الأخ الرئيس الذي أوفد ممثلة المستشار الإعلامي محبوب علي لحضور العزاء والتنصيب الجديد له. حضر اللقاء المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية محبوب علي.